بتروح الجيم بقالك كتير ولا عارف تبني عضلات ولا عارف تنزل دهون. تعال اقول لك على الغلطات اللي انت بتعملها، هي دي اللي مأخره تطورك في الجيم. انت مش محتاج تتمرن غير 3 مجموعات بس لكل شكل من العضله. المجموعه الاولانيه تكون مجموعه تسخين بوزن قليل نسبيا، يعني ممكن يكون نص الوزن اللي انت بتتمرن بيه كاقصى وزن، والمجموعتين التانيين هم الوركينج سيت، هم دول اللي تزود فيهم الحمل جدا، وهو ده اللي هيطلع لك عضلات. مهم جدا انت تسجل اوزانك، وكل مره تحاول تزود على الوزن اللي انت كنت بتلعب بيه ولو حتى نص كيلو او كيلو، ولو ما قدرتش تزود في الوزن ممكن تزود في العدات، ويبقى انت كده عملت بروجريسيف اوفرلود، وبالتالي العضله هتستفاد وهيطلع لك عضلات. ما تخليش مده التمرين بتاعتك تزيد عن ساعه او ساعه وربع بالكتير جدا، واول ما تروح لازم تاخد الوجبه اللي بعد التمرين على طول، ويكون فيها كميه بروتين كويسه وكميه كارب كويسه. التزامك بالتعليمات دي في التمرين مع دايت بلان مناسبه وراحه كافيه واستشفاء مظبوط هتشوف نتيجه مبهره. ولو عايز تتفرج على الفيديو بتاع الدايت اللي عملناه هتلاقيه لايف فوق. اشوفك في فيديو جديد، سلام.